السلام عليكم، اهلا وسهلا ومرحبا بكم معايا فيديو جديد. اليوم ان شاء الله غادي نقسم معكم بسلو ديالنا المغربي التقليدي بطريقه سهله جدا. المكونات العاديه ديال السلو. صراحه ما غاديش نضيف شي مكون اللي زايد على السلو ديالنا المغربي. المهم كل وحده والطريقه ديالها اللي كتستعملها. انا هذه هي الطريقه ديالتي. غادي نبداو على بركه الله. بالنسبه للمكونات عندي هنايا كيلو ديال دقيق القمح الكامل اللي حمرته، وكيلو ديال الدقيق الابيض. دقيق الابيض اللي ممتاز خاص بالحلويات. بالنسبه لطريقه تحمير البنات فانا كنحمرو في الكوكوط حتى ياخذ اللون الذهبي كما كتشوفوا معايا. بالنسبه للبنات اللي بغاو يعملوا سلو صحي 100% ما يستعملوش الدقيق الابيض، يكتفوا فقط بدقيق القمح الكامل. وكاين البنات اللي ما كيعجبهمش دقيق القمح الكامل. بطبيعه الحال الناس اذواق، والاذواق لا تناقش كما كنقول لكم دائما. تستعمل غير الدقيق الابيض وتحمروا حتى ياخذ اللون الذهبي كما كتشوفوا تما. وانا كنفضل الكوكوط على الفران، حيت صراحه الفران ماشي عملي. ما كيتحمرش دقه واحده. بعض المرات كتلقاو بلايص تحمروا بلايص لا، بعض المرات شي بلايص كيتحرقوا. فانا كنفضل غير الكوكوط، ديروا النار مهيله وتبقاو تحركوه بشي ملعقه خشبيه. غادي نحتاج واحد المقدار ديال كاس عنبه اولا كاس الشاي ديال زريعه الكتان، اللي بطبيعه الحال نقيتها مزيان وراني ما حمرتهاش البنات. من بعد راه غادي نطحنها وصافي. عندي هنايا 400 غرام ديال زبده حيوانيه، خليتها طبخت ولات لي هكا بهذا الشكل نوازيت، يمشي ليها داك الحليب ديالها. بالنسبه لكم الا بغيتو تزيدوا على 400 غرام، بما انا عندي تما تقريبا 2 كيلو ديال الدقيق، فيمكن لكم تزيدوا حتى 600 حتى 800 غرام ديال الزبده، ماشي مشكل. انا اكتفيت فقط ب 400 غرام. عندي تما 4 الحبات ديال المسكه حره مطحونين مع شويه ديال السكر، قبصه ملح لتصحيح الذوق فقط. عندي هنايا 2 معالق كبارين مملوئين جيدا ديال القرفه. عندي 2 معالق كبارين مملوئين جيدا كذلك ديال النافع البلدي بطبيعه الحال اللي نقيتو وطحنتو وغربلتو. 2 معالق كبارين ديال حبه حلاوه حتى هي نقيتها وطحنتها وغربلتها مزيان. عندي هنايا العسل. من الافضل البنات تستعملوا العسل الحر، اولا الا ما كنتوش كتوفروا على العسل الحر فكنصحكم تستعملوا العسل ديال سان فرانسيسكو. بلاتي انا نوريها لكم. صراحه حتى هي لوغو ديالها زوين. اولا الا ما كنتوش كتوفروا عليها فدائما كنقول لكم ديروا بداك الشيء اللي عندكم في الدار، استعملوا اي عسل عندكم تما، واخا ديال السكر ماشي مشكل. عندي هنايا مقدار ديال الفنجان ديال كما كنقولوا زلافه تلفات لي الهضره ديال السكر كلاصي. وانتم لكم الاختيار، تقدروا تزيدوا تقدروا تنقصوا. بالنسبه للبنات اللي ما بغاوش يزيدوا السكر يستغناو عليه. عندي تما زلافه ديال ايلان راني نقيتو ومن بعد غادي نطحنو. عندي هنايا البنات كيلو ديال الجنجلان. بالنسبه للجنجلان ثلثين طحنته بهذا الشكل هذا كما كتشوفوا معايا. الجنجلان بطبيعه الحال نقيت وغسلته مزيان وحمرته حتى هو في شي مقيله، وفاش تحمروه يكون سخون. ثلثين طحنتو كما كشفتوا مزيان، طحنوا في اي ماكينه عندكم، وثلث خليتوه هكا نديرو كامل ومكمول، وثلثين ها هو طحنوه ما حدو سخون باش يطلق لكم الليدان ديالو ويتزيد لكم بهذا الشكل هذا صافي. وعندي كذلك اللوز. انا غادي نستعمل اللوز فقط. بالنسبه لكم بغيتوا تستعملوا اللوز فقط، بغيتوا تستعملوا اللوز والكاوكاو، بغيتوا تستعملوا غير الكاوكاو، لكم الاختيار. كما كتشوفوا معايا عندي هنايا 2 الماركه ديال اللوز. عندي هذا اللي صغور وعندي الاخر. انا صراحه كنت شريت كيلو من الحاجه وقسمته، درت هنايا غير نص كيلو، يعني الطوطال ديال اللوز عندي غير كيلو، وكيلو الاخر خليته نديرو به حاجه اخرى. هذاك اللي صغور راني مسحته بواحد الزيت مزيان ودرتو في الفران يتحمر، والاخر راني فسختو وقليته. بالحق راه داز لي عنده شويه ديال الطياب كنت لاهيه مع الدراري وصافي. البنات غادي نبداو على بركه الله. غادي نضيفوا النواشف هي الاولين. المهم خذوا شي اناء ولا شي بانيو، ولا انا دائما سلو كيعجبني نخلطو في البانيو ولا شي قصعه ولا. المهم غادي نضيف 2 معالق ديال النافع، 2 معالق ديال حبه حلاوه. غنزيد عليها القرفه ديالتنا حتى هي 2 معالق كبارين. نتوما نزيدو ايلان راني طحنتو البنات، وايلان راه غني بالفوائد وبالاملاح المعدنيه وبالفيتامينات. صراحه راه هو كيصلح للناس اللي عندهم حساسيه من الجلوتين، وراه فيه الحديد، فيه الزنك، فيه المغنيسيوم.
الكالسيوم، فيه الفوسفور، السيلينيوم، يعني غير ديروه في السلو ديالكم. والصراحة خصنا ناكلوه يوميًا، تقدروا ديروه حتى مع الخبز، ولكن حنايا راكم عارفين. المهم بالنسبة لديك زريعة الكتان حتى هي راني طحنتها حتى هي. وغنضيف عاوتاني السكر. انا اكتفيت هنايا غير زلافه. بالنسبه للاخوات اللي بغاو سلو صحي بدون سكر، وبالنسبه حتى للناس ديابيتيك الله يشافيهم، غنخلي لكم في صندوق الوصف واحد السلو كنت درتو العام اللي فات بدون سكر. الا بغيتو ترجعوا ليه تشوفوه. صافي غادي نحاول ما امكن نخلط هاد النواشف هما الاولين. واسمحوا لي البنات الا كتسمعوا شي صداع مع الوليدات. غنخلط هكا غير بيدي. وصراحة البنات أنا كيعجبني يعني السلو يدار في الدار، حاجة نقية منقية على يديكم، وعارفين شنو كتاكلوا وعارفين شنو مخلطين تما. وراه الصراحة هو ما كياخدش الوقت بزاف. أنا الصراحة راه كيجيني ساهل على الشباكية. بالنسبة للوز راني طحنتو. بالنسبة لهداك اللي درتو في الفران طحنتو شوية مزيان، واللي قليتو غير رمشتو وخليت فيه شي حبات هكا كبارين غير باش تجي ديك القرمشة. راه كيعجبني السلو هكا يجي مقرمش. صافي نخلطو كلشي هكا غير بيدينا. من ثم غادي نضيف جنجلان. غادي نضيف جنان اللي طحنتو هكا مزيان. تحطو هكا مزيان البنات غير باش يزيد يعاوننا يعطي واحد التعليكه للسلو ديالنا. من ثم غادي نضيف العسل كذلك. ها هي انا العسل اكتفيت تقريبا مقدار ما يعادل كأس عنبه. وانتم لكم الاختيار، يعني كل وحده والذوق ديالها. الا بغيتو تزيدوا زيدوا ماشي مشكل، اولا الا بغيتو تزيدوا العسل وتحيدوا السكر عاود نتوما والذوق ديالكم. غنحاول ما امكن نخلط هذا الشيء مزيان. المهم البنات بسبسوه مزيان هكا ما بين يديكم، تجانس لكم داك الخليط كله مع بعضياتو. بالنسبه للاخوات اللي صوبوا هكا كميه كبيره ديال السلو، فما عليكم الا ديروا هكا في الثلاجه ولا ديروا حتى في الكونجيلاتور، راه ما كيوقع ليه والو، ما كيبرد ما حتى شي حاجه، الا غطيوه في شي بواطه تكون محكمه الاغلاق. وهنا غادي نضيف الزبده، راه كيضيفها لي بلال. غنحاول ما امكن عاوتاني نبسبس هذا الشيء. بالنسبه للزبده كما قلت لكم انا درت 400 غرام ديال الزبده حيوانيه فقط. بغيتو تزيدوا الزبده، وهنا راني كنضيف الزيت اللي قليت فيها اللوز. بالنسبه لكم حبيباتي بغيتو دوبليو الزبده دوبليو، ما ديروش الزيت. بغيتو ما ديروش ديك الزيت اللي قليتو فيها اللوز، ديروا زيت الزيتون عاوتاني، لكم الاختيار. صافي البنات غادي نستمر بهذه الطريقه حتى نخلط كلشي. المهم البنات اللي بغاو يديروا الرياضه راه هذه هي وقتها. وبالنسبه للاخوات اللي كيتوفروا على العجانه، فمن الاحسن ديروا سلو ديالكم في العجانه كما درتلو انا العام اللي فات. صراحه راه كيتعلك وكيتخلط مزيان. بالحق فاش ديروا في العجانه ما ديروش الكونتيتي اللي درتو دقه وحده، ديروا شويه بشويه حتى يتخلط لكم مزيان. عاود حيدوه ديروا كونتيتي وحده اخرى. كما كتشوفوا انا هنايا كنوريكم بالنسبه للكميه ديال الدهون اولا الزيت ضيفوا على حسب كل وحده وشنو كيعجبها. انا صراحه ما كيعجبنيش كميه الدم بزاف، كيقهمني. كنكتفي به غير نورمال كما شفتوا معايا وصافي. وصراحه اللي داقوا عندي كيسولني على المقادير وكيعجبوا سلو ديالي. وفي الاخير اخواتي الحبيبات كيجي هذا هو الشكل النهائي. المهم انا زينته لكم بهذه الطريقه هذه، وانتم لكم الاختيار، يا اما تزينوه في شي مول هكا بشكل عائلي، يا اما ديروه في مولات صغيورين يجيو فرديين. يعني كل وحده دير داكشي اللي عجبها، ولا ديروه في السطل من بعد ديروه في الطبسيل تتبغيو تاكلوه ديروه في الطبسيل. وصافي اخواتي الحبيبات انا غنقطع لكم باش تشوفوا. راه الصراحه كيجي شهوه منه ولذيذ وزوين وكيشبع. عرفتوا البنات انا كيعجبني ناكلو مع السحور مع واحد كويس ديال اتاي، ثم ديروا اتاي ولا قهوه، راه كيشبع حيت فريمون ايلان كيشبع. ما كيجيكمش الجوع بالنهار فاش كتكونوا صايمين. الا كليتو عند السحور راه كما قلت لكم هنايا راه كاين غير الفيتامينات والمعادن وشي حاجه اللي صحيه بزاف وكيشبع، ما كيجيكمش الجوع نهائيا. انا هنايا نوريكم راه كيجي مرمل ومعلك وزوين.
فما تنساوش تشجعوني باللايكات ديالكم، وأكيد البارطاج مع الأحباب والأصدقاء، وخليو لي اقتراحاتكم في لي كومونتير، وخليو لي شنو بغيتو هاد العام هذا في رمضان. اقترحوا عليا شي وصفات نبارطاجيهم معاكم، شنو بغيتو نحط لكم في هاد رمضان إن شاء الله. وشكرًا لكم بزاف على الحب ديالكم وعلى الدعم ديالكم. هنايا كنضيف له شوية ديال الحبة ديال اللوز هكا يكونوا مكمولين، وبالصحة والراحة. تهلاو في راسكم بزاف، وعواشركم مبروكة. ونسيت ما قلت لكم مرحبا بكم على الانستغرام ديالي، غادي نخليه لكم تما في صندوق الوصف اللي هو سمية ام بلال كالعاده. فمرحبا بكم البنات، تزيدوا تتابعوني تما، بعض المرات كنبارطاجي معكم هكا لي ستوري وشي حاجات اللي تقدروا تستافدوا منهم. شكرا لكم بزاف.